أهلاً، أنا إسراء. أنا حالياً في مرحلة امتحانات، قبل الامتحانات يعني، وجيت هنا أعيط شوية، وكمان أقول لكم سبب اختفائي الأسبوع. إني بذاكر، بس المشكلة إني حاسة مفيش أي تقدم. هل درجاتي وحشة؟ لأ. هل المواد سهلة؟ برضو لأ. بما إن قناتي تطوير، خليني أعلمكم إزاي تتفشخوا معايا، قصدي طرق مذاكرتي. أول حاجة عملتها، مفيش فيديوهات عادية ولا حتى فصلان يا إسراء. يعني إيه؟ مفيش نرتاح شوية، اطلعي تمشي في الطبيعة. أنا بس بتفرج على فيديوهات مذاكرة، بس ناس بتذاكر، ناس بتشرح إزاي تذاكر، وده بيكون تحفيز. وياريت كمان يكونوا دحيحين وبيذاكروا ساعات كتير. متفكرش حتى 1% تتفرج على شورت 60 ثانية، حتى لو ثانية واحدة. نصيحة مهمة، افتح أكاونت تاني فيه فيديوهات تحفيزية، بس علشان لو شفت مشهور نزل فيديو هتتحمس وتقعد تفكر فيه طول المذاكرة. لا أغاني، لا ريلز، لا ألعاب، بس مذاكرة. ولو هترتاح، اتفرج على فيديو ناس بتذاكر برضو. بعد ما قررت تبدأ، لازم تنظف مكتبك علشان ما تتشتتش. وتمام، أكمل وأقول لكم عملت إيه في الروتين المغلق بتاعي. النوم، نام كويس. لو عايز ذاكرة حديدية، الأكل، اشرب مية كتير للفهم وكل كويس. بلاش سكر الفترة دي لأنه بيدي طاقة وهمية وبعدها هبوط مفاجئ وكسل. بداله فواكه، زبادي. الروتين، أعمل روتين محدد من الساعة كذا للساعة كذا علشان تعرف انت ذاكرت قد ايه وما تتلخبطش. الحركة، امشي بانتظام في وقت الراحة علشان عضلاتك ما تتعبش. الجانب الديني، تقرب من ربنا، دعاء، أذكار، صلاة بخشوع. لما مخك يهنج، نام 10 دقايق بس. خلي بالك لو زادت عن 10 دقايق هتقوم مكسل وخامل. حاولت أختصر على قد ما أقدر علشان أغلب الناس عندهم امتحانات بعد شهر زي أنا. ولو عايزين فيديو أشرح فيه إزاي تذاكر كل مادة لوحدها قولولي.